السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلك منظمة حقوقية تشيد المركز القضائي للدرك بسكورة يعتقل 18 مشجعا متورطين في أعمال شغب على مستوى الطريق السيار بعد مباراة الوداد وأسفي، وبحوزتهم سيوف وأسلحة هذا معول الحرب هذا بيضاء من الحجم الكبير القرقوة بهذا والفوبة. تمكنت عناصر تبرهيش تصرونيت تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة في مساء متأخرة من مساء يوم الأحد 22 مارس 2026 من توقيف 18 شخصا متورطين في أعمال شغب خطيرة على مستوى الطريق السيار بعد مباراة بين فريق الوداد الرياضي وأسفي، حيث عثر بحوزتهم على سيوف وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير. وحسب مصادر مطلعة فقد قاد عملية إيقاف السيد يونس عاكفي قائد المركز القضائي بوسكورة بمشاركة عناصر درك من كوكبة الدراجين على مستوى الطريق السيار والمركز الترابي بوسكورة. وأشرف على العملية ميدانيا السيد عبد الكريم زريوح القائد الجهوي للدرك بالدار البيضاء، إلى جانب السيد كريم الهرادي نائب القائد الجهوي وقائد السرية السيد زكريا القصراوي. أسفرت العملية عن توقيف 18 شخصا، فيما البحث مستمر عن باقي المتورطين. وقد أقدم بعض المشجعين على اعتداءات محاولة قتل تجاه مشجعين آخرين وتعطيل حركة السير على مستوى الطريق السيار. وقد تم توثيق الواقعة عبر مقطع فيديو، وبفضل التدخل الاستعجالي لعناصر الدرك الملكي تم التصدي لهؤلاء الخارجين عن القانون بسرعة قياسية والحفاظ على النظام العام بالمنطقة. اللهم بارك. هذا التدخل الأمني لقي ترحيبا واسعا من مستعملي الطريق السيار ومن مختلف فعاليات المجتمع المدني والحقوقي. من جانبها أشادت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بهذا التدخل، وطالبت النيابة العامة بمتابعة جميع المتورطين بأقصى العقوبات لتكون عبرة لكل من سولت له نفسه المساس بسلامة الآخرين. وأكدت المنظمة أن هذه الأفعال لا يمكن بأي حال تفسيرها ضمن خانة التشجيع الرياضي، مشيرا إلى أن حمل السيوف والأسلحة البيضاء من الحجم الكبير يجعل مرتكبها ضمن عصابات إجرامية منظمة. ما قلنا باش نسينا ذاك القضيه ديال السنغال اللي نوضوا الشغف في التيران يزيدوا هذو وليس مشجعين عاديين. وتساءلت المنظمه هل يعقل ان يكون تشجيع فريق كره القدم مبررا لارتكاب اعمال العنف وتهديد حياه الاخرين؟ كاين تيتسناو غير السبه باش يديروا الاجرام. يا ربي السلامه. وهذا الشيء اللي كاين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.